بسم الله الرحمن الرحيم. نسمع بحاتم الأصم، هو راجل من الصالحين، حن قلبه للحج ولكن وقتها مصاريف غالية، وإذا باش يمشي يلزم يخلي لعياله مصاريف بتاع 3 شهور على قليل. هذا يا سيدي هو مهموم ويخمم ويبكي، بانت عليه علامات الحزن، وراته بنته في هاك الحالة وسألته، حكالها على اللي بيه. قالت له ايش بيه؟ امشي للحج، وكانك عن النفقة متاعنا اللي خلقنا ما ضيعناش. قال لها امشي شاور امك، وكانت عيلته كلهم ناس صالحين وطيبين. هاي يا سيدي حكاية مع امها، والخلاصة قرروا باش يمشي للحج، والرزاق هو الله. هاي خلالهم نفقة 3 أيام أكلها عنده، وخرج وراه قافلة وما عنده من المال حتى شيء. في الطريق لسعت عقرب حاشاكم رئيس القافلة، قالوا شكون يقرأ عليه ويداويه؟ قالوا هو حاتم الأصم، فقرأ عليه مكتب وشفاه ربي في وقتها. قرر رئيس القافلة النفقة ذهاب وإياب متاع حاتم الأصم على حسابه. اش قال حاتم؟ هز يديه وتلفت للمولى وش قال؟ قال اللهم هذا تدبيرك لي فأرني تدبيرك لعيالي. يا سيدي تعدات 3 أيام وكل نفقة متاع العيال فات عليهم، والجوع يقرص فيهم وقعدوا يلوموا في البنت، والبنت لا هي تضحك. سألها شنو يضحك فيك؟ باش نموتوا بالجوع؟ قالت لهم بونا هذا هو رزاق أم آكل ورزق؟ قالوا آكل ورزق، وإن الرزاق هو الله. قالت لهم ذهب آكل الرزق وبقي الرزاق، وإن الرزاق هو الله. هما هكا ويدق الباب، يلقاو أمير المؤمنين على الباب يطلب في شربة ماء، عباوا له القربة وشرب منها. قال لهم ما شاء الله ماء حلو وعذب، ما ذقتوش طول حياتي. سألهم منين هالماء؟ قالوا له من بيت حاتم الأصم. قال وين هو؟ خليني نجازيه. قالوا له راهو مشى للحج. أمير المؤمنين نزع الحزام متاعه اللي مرصع بالجواهر وقال لهم هذه هديتي لكم، وكانوا معاه الوزراء متاعه نحاوا حزمتهم وتبعوا أمير المؤمنين، ولا كوم أحزمة. واحد من التجار شراهم الكل ودفع قيمتهم فلوس، ولا عندهم المال ما يكفيهم حياتهم الكل ويعيشهم الوالد الولد. يا عم الخير وطار الفقر ومشى الجوع، لكن البنية قاعدة تبكي. قالوا لها توا ربي فرجها علينا، علاش تبكي؟ شوفوا اش قالت. قالت هذا مخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، أي الخليفة، نظر إلينا نظرة عطف أغنتنا إلى الموت، فكيف بمالك الملك؟ واللي يتوكل على الله حق التوكل يشوف العجب. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.